السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل طريقة حلوة قوي وجميلة للكريم كراميل على الطريقة الإيطالي، بس بقى دسمة وجميلة وفيها حاجات كتير هتعجب ولادكم قوي. كريم الكراميل الطبيعي بتاعنا، واحنا ايه، هو فيه مكونات دسمة شوية بس هيعجبكم يعني. ده هتجيبي كيس كريم كراميل ولبن باودر، لبن نيدو، وقشطه من بتاعه اللبن او قشطه علب اللي عندك يعني الموجود، اي حاجه متاحه عندك ممكن تستخدميها مفيش مشكله. وهنا باكو بسكوت تطحنيه، باكو بسكوت ساده وتجيبيه وتطحنيه. ده بيبقى حلو قوي، بيدي طعم جميل للكريم كراميل. لتر حليب والكريم كراميل معاه، طبعا الكراميل بتاعه ده اللي هنزوق فيه في الاخر. هيعجبكم قوي الطريقه ديت، جربوها مش هتسيبوها ابدا. يعني انا لما جربتها مره قلت انا كل مره هعملها بالطريقه الجميله الهايله دي. نبتدي بقى في عمايلها. بصوا خلي بالكم، انا بجيب لكم كل الحاجات الجديده اللي استحق عليها لايك. اوعوا تنسوا اللايك، تحطوا لايك وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا كل الجديد. فعلوا الجرس، الجرس ده اهم حاجه عشان كل الفيديوهات الجديده اللي انا بنزلها تنزل عندكم وتشوفوها فورا. فهنبتدي نحط اهو، نضيف اللتر اللبن. بسم الله. اهو لتر اللبن اهو. الحليب عشان في ناس ما بيركزوش قوي في حكايه الحليب دي. في بعض الدول العربيه اخواننا طبعا دايما يقولوا حليب، ما بيقولوش لبن. احنا هنا عندنا في مصر نقول لبن، فالموضوع صنف صوعي. فبنضيف بسم الله الرحمن الرحيم الكريم كراميل اهو. هو عادة بيتعمل على لتر حليب، وبنضيف 4 معالق لبن نيدو اهو. يلا 4. انا بوريكم بس الايه، الاضافات دي كلها بتبقى جميله جدا طبعا مع وهنضيف القشطه بتاعتنا. بصوا القشطه بتاعت الحليب، ده الحليب بقى الطازه اللي هو بقى انا يا دوبك غليته وركنته شويه، يعني نزل لي قطعه قشطه مش بطاله. كل ده بقى نقلبه. انا بخليه يجي مع بعضه بخليه معاه القشطه وكده عشان يدي دسامه وطعم حلو للكريم كراميل. كمان اللبن النيدو دوت بيدي طعامه كده للكريم كراميل. يعني انا بفضله بصراحه. بعمل في كل الحلويات حتى لو حاطه حليب صابح لازم احط لهم معلقتين او 3 طعامهم كده في الحليب النيدو. في الحليب الطبيعي حط حليب نيدو بصراحه جميل. ده دلوقتي بقى انا هحطه على النار ونشوف هنعمل ايه. طبعا التقليب المستمر للكريم كراميل. انا بقى مش هقدر اجيب لكم البوتاجاز لان انا النهارده ايه، تعبانه جدا حقيقه، مرهقه قوي، فمش قادره حتى اطلع لكم بوشي. انما انتوا طبعا في قلبي وحبايبي وبحبكم جدا وانتوا عارفين كده كويس. ف مش محتاجين يعني اقول لكم. بصوا انا بقلبه. طبعا البسكوت ده مش هنضيفه ولا في الاخر، اخر ما الكريم كراميل يستوي ويتظبط هضيف طبعا البسكوت وهضربه في الخلاط. هي دي بقى التركايه الجميله اللي هم بيعملوها عشان يبقوا قطعه واحده. بعدين بنحطه في القالب وبنسيبه يبرد، بعدين بنغطيه بالايه، بالكراميل. يعني بنزوقه بقى بيها، مش بقى زي ما احنا بنعمل الكراميل العادي نحط الكراميل تحت خالص وبعدين نحط عليه نصب عليه الكريمه. لا، الحقيقه دي من الوصفات اللي عجبتني قوي في الطريقه الايطالي.
فقلت لازم اقولها لكم. حاجه حلوه وبسيطه ومختلفه وجديده، ممكن تعملوها لاولادكم اي وقت، بالنهار بالليل، كل اللي في البيت صراحه هتعجبهم وهيحبوا ياكلوها على طول. طبعا عشان اللبن يعني الحليب كان ساقع، كان في الثلاجه، طبعا هياخد وقت شويه، بس قلنا خلينا مع بعض. انتوا وحشتوني اساسا، ورمضان كريم عليكم كلكم، واكيد طبعا رمضان عامل شغل جامد معاكم، ما احناش قادرين نتنفس. بس خلي بالكم الكريم كراميل من الحلويات الخفيفه اللي تاكليها وما تتعبيش، يعني مش هتحسي بها ملت بطنك، انها حاجه طعمه كده، حاجه لطيفه يعني. كريم كراميل بيحب بس يعني ان هو ياخد غلوه واحده بس، وبعدين بحطه بقى في الخلاط واضربه مع البسكوت ونشوف هيعمل ايه خطوه خطوه. يعني انا معاكم اهو عشان اوريكم خطواته سهله وجميله، هتعجبكم جدا. طبعا بقى في حاجات تانية كتير انا عملتها لكم، يعني اللي جرب حاجه من الحاجات اللي انا عملتها لكم يا ريت يبقى ابعت لي في الكومنتات ويقول لي. يعني مثلا زي ليالي لبنان دي تحفه. انا بصراحه لما عملتها بايدي واكلتها بايدي انا لقيتها جميله. انا طبعا كنت بشتريها جاهزه من محلات كتير بيعملوها في مصر هنا، بس صراحه جميله جدا. فانا بدور على الحاجات المختلفه الجميله الخفيفه اللي اللي يعني ما تاخدش مجهود ولا وقت، وفي نفس الوقت لطيفه وفي ثانيه كده اي ام تقف بسرعه تعملها. لطيفه قوي وهتعجبكم. حاجات من الحاجات الجميله يعني ليالي لبنان. طبعا واما تجربوا الكريم كراميل دوت هتلاقوه قمه في الطعامه، فمش هتبطلوا تعملوها. يعني الواحد من وقت للتاني بيحب يجرب الحاجات المختلفة الجديدة. جربوها، مش تتفرجوا خلاص، لانها فعلا فعلا حلوة والله، هتعجبكم جدا. هو خلاص تقريبا الكريم كراميل اهو قرب يخلص. طبعا يجي فيه بالمضرب عشان ما يبقاش فيه حاجة مكلكعة ولا حاجة كده. خلي بالكم ان الكريم كراميل من الحلويات اللي في ثانيه بتجمد، يعني في ثانيه تمسك وما تاخدش وقت يعني. طبعا احنا في رمضان بنقعد ندور على ايه نعمله جديد، وايه نخترعه، ايه نعمل لاولادنا، ايه الحاجات اللطيفه اللي هياكلوها وينبسطوا بيها. طبعا مش الولاد بس، كل اللي في البيت، بابا ماما اختي، كل الناس الموجوده في الاسره يحبوا طبعا ياكلوا حاجات مختلفه وحاجات جديده. يعني احنا المعتاد بتاعنا في رمضان الكنافه والقطايف وساعات الجلاش، ونبدع بقى في اشكالها. بس عارفين يعني خلاص بقى زهقنا، الحاجات دي بقت تقليديه ومش جديده وكده، فقلنا لا نجدد بقى. عايزين ايه نعمله جديد. اهو كريم كراميل خلاص غلي، هجيبهولكوا اهو شوفوه.
طبعا مع القشطه مع اللبن النيدو بيديله طعامه. طبعا اللي عاوز يضيف سكر ليه براحته، ممكن تضيفي معلقتين سكر او 3 تديله طعم مسكر اكتر، انما انا شايفه كفايه طعمه هو بصراحه بيبقى طعم قوي، مش محتاج. اهو كده خلاص مش محتاج. هو طبعا بيبقى خفيف كده، بس لما بيتظبط بقى بيهدى، بتبص تلاقيه بقى ايه مسك نفسه بقى لطيف قوي. طبعا انا يعني بحاول ابرده شويه علشان خاطر لما يتحط في الشفشق الخلاط. طبعا الشفشق ده مش معالج للسخونيه، بس انا هحاول ابرده يعني شويه. هحاول بقى انا احط بسكوت والكميه اللي انا عايزاها واللي هحتاجها. بسم الله لحد ما انا بسم الله الرحمن الرحيم بتقع منين، واضرب على بال ما يهدى شويه عشان انا ايه ميبقاش فيه تكتلات من البسكوت. كل ما تضربي كل ما يبقى ايه يعني. طبعا وقع ورا الحله كتير بس ما علينا يعني. بص بقى قوامه بقى عامل ازاي، تقل بقى وبقى تحفه يعني. انا كنت هضربه في الخلاط بس خلاص انا مش محتاجه الخلاط كده، تمام قوي الخلاط كده. ميرسي الخلاط. هنضيفه هنا في القالب. والله يا خلاطي انت عظيم، وكنت هتأدي مهمه عظيمه، بس خلاص احنا مش محتاجينك. ميرسي لذوقك. احنا هنعمل عملنا بايدينا الحمد لله، أدت الغرض. وهو الكميه كلها بص في ثانيه مسك، في ثانيه. هو ده اللي انا بقول لكم عليه، هو فعلا بيمسك في ثانيه. اهو بصوا بقى، تبداي بقى تحطي عليها الكراميل زي ما انت عاوز. اهو بس بقى من الحاجات اللطيفه قوي قوي اللي تحبي تاكليها تنبسطي بيها قوي. شفتوا بقى جميل ازاي؟ ولكن لما تدوقيه كمان. طبعا اللي هتعمله وتجربه تبعتلي في الكومنتات وتقولي ايه رايها فيه، وانا طبعا عشان تحفزوني ان انا اجيب لكم كل جديد تاكلوه وكل جديد تجربوه. وكل سنه وانتم طيبين وباي باي.